سألت سؤال امبارح وقلت هو هاني رمزي فين يا جماعة؟ ولقيت كومنتات كتير قوي مختلفة زي ما انتم شايفين كده. ناس بتهزر، ناس بتتريق، بس حقيقة الأمر أنا كنت بجد بسأل هو هاني رمزي فين؟ ما بقيناش نشوفه بيعمل حاجة. الراجل ده كان في يوم من الأيام نجم شباك رقم واحد، فجأة يختفي عن الساحة كلها، وحتى ما فيش محاولات زي أبناء جيله محمد هنيدي وأحمد حلمي. هو ما بيحاولش، حتى احنا مش شايفينه موجود. تعال نقول شوية معلومات الأول. هاني رمزي عنده 58 سنة، مش زي ما انت متخيل ان هو لسه شاب وصغير، لا هو كبر خلاص بقى 58 سنة. ليه هاني رمزي اصلا ما بقاش موجود حاليا؟ لان الكوميديا اللي بيقدمها هاني رمزي شبه ما بقتش موجودة، او ما بقتش تضحك الناس. هاني رمزي الكوميديا بتاعته مشهورة قوي بان هي كان دايما فيها حاجات سياسية، او دايما ممكن يرمي ايحاء، ممكن يبقى في شيء جنسي، او ايحاء في حاجة قلة ادب مثلا. ودي حاجات كانت مش دايما بتبقى كتيره قوي عنده، بس الاكتر ان هي الافيهات السياسيه او اللي ليها كونسبت سياسي. من الاخر حاليا النوع ده من الكوميديا ما بقاش بينفع، ما بقاش بيضحك الناس. الناس بقت عايزه الموقف الحلو اللذيذ اللي دمه خفيف، اللي يضحكني ويجيب معايا صريخ ضحك في السينما او في التلفزيون. فهاني رمزي ما بقاش يقدر يقدم ده، بلس انه زي هنيدي وزي احمد حلمي هو مش عارف يبقى ابديتد مع الضحك بتاع الجيل الجديد، مش عارف الطريقه اللي بتضحك قوي، فلو جرب هتخيش معاه اوقات كتير ومش دايما هتظبط معاه. فعشان كده الكوميديا بتاعته تحس ان هي مش نافعه قوي الفتره دي، مش واكله قوي. وهو حاول يجرب في مسرحيات وفي مسلسلات في انتاج مش مصري في الفترة الأخيرة عشان يبقى بيشوف هو جاية معاه سكة ولا مش جاية معاه سكة. ولما حس إن هي مش نافعة قوي ابتدى ينسحب واحدة واحدة، إن هو خلاص يعني تعالى نكتفي بتاريخي الفني، وكل فترة كده ممكن أهل على الناس بحاجة. أنا ليا نصيحة وليا وجهة نظر سواء لأحمد حلمي أو هنيدي أو لهاني رمزي أو للشلة دي عموما أو الجيل ده. يا جماعه ما تروحوا لليفل تاني من الادوار، يعني ليه ادوار الجراند. ادوار الجراند بمعنى ايه جراند؟ انه انت خلاص بقى تعالى نطلع بره فكره الشاب اللطيف الخفيف اللي ممكن يطلع في فيلم يعمل هزار ويعمل ضحك وحب وبتاع. اطلع ابو حد في فيلم جامد. يعني مثلا ممكن تطلع في فيلم قوي جدا، مثلا بقول اي حاجه، في مثلا مين من الممثلين الشباب، حد اللي لسه طالع طه الدسوقي مثلا، ويبقى هاني رمزي باباه. انتوا متخيلين كم الضحك اللي ممكن يطلع عامل ازاي؟ فرق الاجيال دي وفرق الفن ده. هنيدي نفس القصه، ما تلعب اللعبه دي. حلمي يا جماعه استغنوا عن ان انت تكون رقم واحد في العمل. عادل امام هو عادل امام، ما حدش يعرف يقلد عادل امام. بره مصر عندك روبرت دينيرو وعندك الباتشينو بيعملوا ادوار جراندات، وبيعمل دور تاني ودور تالت، مش لازم يبقى هو البطل. خلاص هو عارف ان عدى زمن وهو مش ابديتد بكل الحاجات، وبقى في ناس طالعه احلى واحسن واقوى. طبعا مفيش حد اقوى من الباتشينو ودينيرو، يعني عشان بس نبقى على الوضع. بس يعني هم بره بالنسبه لهم خلاص في جيل جديد طالع، فخلاص اركن انت شويه على جنب. الناس بقى بتعمل دور تاني ودور تالت وعادي والدنيا بتمشي. احنا هنا ما بنقبلش ده قوي، كلنا عايزين نبقى عادل امام. محدش هيعرف يبقى عادل امام غير عادل امام، عشان دي تجربه تستحق الدراسه عموما يعني في مجال التمثيل كله والفن. فهاني رمزي زيه زي محمد هنيدي زي احمد حلمي مش عارف يخش بادوار مختلفه عن اللي هو كان بيلعبها، فمش جاي معاه سكه. حتى اكبر دليل اخر مسرحيه عملها ابو العربي، خد قصه ابو العربي قام عاملها مسرحيه. طب ما تكرر حاجه جديده، مش عارف. تعالى العب اللعبه السهله، الحاجه اللي انا ضامنها، وما جاتش معاه سكه. ما عملش، عمل ايه؟ عملها كام شهر ولا مش عارف سنه تقريبا، وما كملتش معاه وراحت يعني. لو قعدت بقى اسرد لك هاني رمزي ده فنان كبير قد ايه، الراجل ده عامل كم اعمال مش طبيعي. الراجل ده عامل حوالي 33 فيلم سينما. عندك بقى ابرزهم جواز بقرار جمهوري، محامي خلع، نمس بوند ده مؤخرا. في ظاهره لازم تدرس الا وهي غبي منه فيه. الفيلم ده اول ما نزل ما جابش نجاح وكان وحش، يعني الناس كانت شايفاه وحش. سبحان الله بعد فتره كده الجيل اتغير. الفيلم ده بقى من يعني اهم افلام هاني رمزي في حياته. فيلم عبقري يعني، حاليا بيضحك جدا. زي كده فيلم الحاسه السابعه بتاع احمد الفيشاوي اللي كان المخرج بتاعه مكي. الفيلم ده اول ما نزل ما حققش اي حاجه، طريقه الكوميديا دي ما جابتش. بس سبحان الله ميكي كان شايف حاجه ما حدش كان شايفها. ميكي كان شايف ان طريقه الكوميديا دي هتنفع النهارده، هتنفع دلوقتي، مش نافعه زمان. فسبحان الله هي فيلم غبي منه فيه من الافلام دي اللي هو نفع بعد فتره طويله ونجح نجاح باهر. بس 33 فيلم سينما ده رقم حلو ومحترم جدا. عمل حوالي 35 مسلسل تلفزيوني، ابرزهم طبعا مبروك جالك قلق. ده من اقوى واحلى مسلسلات. انا وانا صغير شويه يعني كنت بعشق ان انا اخلص مدرسه ولازم اتفرج على مبروك جالك قلق. ده حاجه يعني المقرصات بالنسبه لي. عمل 8 مسرحيات كلهم جامدين بصراحه، اجمل من بعض. أنا ممكن اقول لك شويه منهم.
تخاريف، وجهة نظر، حاجات بقى القديمة اللي هي القوية دي، والجديد بقى عندك كده اوكي والاباندا وعفروتو. الراجل ده مش طبيعي في المسرح، عامل شغل عبقري يعني بصراحة في المسرح. لا غبار على هاني رمزي بغض النظر عن التخيشة الأخيرة بتاعت مسرحية أبو العربي اللي ما كانش أقوى حاجة. عمل مرة واحدة فوازير كانت سنة 97 وما كررش التجربة تاني. عمل 6 برامج، منهم 2 توك شو ومنهم 4 مقالب. وبصراحة هو ما كانش حلو في المقالب، كان بيحاول يقلد رامز، كان بيحاول يبقى منافس لرامز، وهو يعني رمزي طيب بطبعه مش شرير زي رامز وشطان كده شطان، فما كانش عارف قوي يثبت نفسه في الحته دي، فما كانتش اقوى حاجه لهاني رمزي المقالب من وجهه نظري يعني. اخر فيلم عمله اسمه قسط بيوجعني سنه 2018. ما تسالنيش ايه الفيلم ده لان انا نفسي ما شفتوش وما اعرفوش ومش عارف هو حتى كان فيلم حلو ولا لا، ومش فاكر انا سمعت عنه، غالبا نزل السينما وطلع في وقت قليل قوي يعني. اخر مسلسل عمله دي كانت مفاجاه، لما دخلت ادور لقيت ان هو اخر مسلسل كان السنه اللي فاتت 2022 اسمه القاتل الذي احبني، بس ما كانش انتاج مصري، كان انتاج مشترك ما بين مصري ودوله من الدول العربيه، وكان موضوع يعني هو ما كانش برضو الموضوع ما كانش مسمع قوي هنا في مصر زي المسلسلات بتاعتنا في الفتره دي يعني. اخر مسرحيه زي ما قلنا 2021 ابو العربي، واللي ما نجحتش بالشكل القوي بدليل ان هي تقريبا قعدت سنه او اقل من سنه وحاليا هي مش موجوده، مسرحيه ما بتتعرضش. اخر برنامج مقالب عمله كان هاني في الالغام، ده كان سنة 2019. والحقيقة خلاصة الكلام هاني رمزي فنان محترم، فنان عظيم، عمل أعمال كتير جدا، ضحكنا ياما وبسطنا ياما. أنا بيبقى صعبان عليا الجيل ده القوي ده، جيل هنيدي، جيل حلمي، جيل هاني رمزي، يا جماعة اقبلوا بالأدوار اللي مش هي رقم 1. انت ممكن تعمل دور رقم 2 أو رقم 3 تبقى قنبلة، تبقى يعني مجرم زي ما بيقولوا، لانك خلاص انت تخليت عن حته، فلما بقيت تعمل الحته التانيه بقت تحفه فيها. ولكم في احمد فهمي، مش احمد فهمي المغني، احمد فهمي الممثل. مثال، احمد فهمي عمل حركه ذكيه جدا، سيبك من سفاح الجيزه، فيلم اللي هو بتاع العارف بتاع احمد عز. احمد فهمي بعد ما راجل كان رقم 1 ودايما صورته تتصدر الافيش، قرر انه يكون رقم 2 عشان يعمل دور فيلن، عايز يعمل دور فيلن، عايز يعمل دور شرير، فقرر انه يكون رقم 2 تحت عز ويتدارى في عز ويعمل مجال جديد ليه ويعمل جزء جديد ليه يقدر منه يسوق لنفسه في الادوار دي. وعادي، ايه مشكله؟ كسر الايجو اللي جواه، قال لك عادي اعمل دور تاني، ايه المشكله يعني؟ هو يعني اللي بيعمل دور تاني اوحش مني في ايه؟ اتنازلوا يا جماعه شويه واعملوا دور تاني تالت، اثبتوا نفسيكوا تاني، لانك محتاج تعيد نجاحك من تاني او تعيد اثبات نفسك من تاني في حاجات معينه عشان تقدر تقول للناس انا لسه موجود، انا لسه قوي. اللي مخلي كريم عبد العزيز من جيلكوا لسه زي ما هو واقف على رجله، هو واحمد عز والناس دي، ان الناس دي متجدده، بتعمل حاجات مختلفه كل شويه، مش بيقدم لي نوع واحد، مش بيقدم لي كوميديا واحده، بيقدم لي مليار حاجه يخليني ما ازهقش. الخلاصه، اقبلوا بالتجديد عشان ده مهم قوي 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 لحياة وعمر الفنان.